السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. بقالي كتير من نزلتش فيديوهات، يعني من ساعه قناتي الاولانيه ما اتقفلت، وقلت بقى خلاص كده كفايه نشتغل ونشوف اللي ورانا وان شاء الله ربنا يكرمنا. تمام. بعد ما صحيت وفطرت تحت وكده طلعت ما كانش في حاجه معايا، فقلت اطلع اخلص شويه حاجات في شقتي على ما احضر الغدا. شربت فنجان القهوه وبعد كده دخلت على المواعين، ما شاء الله كم مواعين معتبر، بس على مين يعني؟ كله هيخلص ان شاء الله. مهما يكون ورانا اي حاجه، لما نستعيذ بالله نستعيذ بالشيطان كده ونستعين بالله، ونحط في مخنا ان الحاجه اللي علينا لازم احنا هنعملها، يعني ورانا مفيش مفر. ربنا بيدينا الصحه ان شاء الله، بيقوينا وبيعيننا على كل حاجه باذن الله. انا كنت بقالي فتره كده ما نزلتش فيديوهات، يعني عشان كنت طبعا زعلانه على قناتي الاولانيه اللي اتقفلت، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل طبعا. وعشان كده بطلب منكم وبتمنى ان انتوا تتابعوني ان شاء الله على قناتي دي، عشان القناة تكبر بيكم وتبقى زي قناتي التانية ان شاء الله. ماشي. تمام. يعني اي حاجة تكون معاكي ما تكسليش ابدا منها، مهما يكون وراكي حاجات كتيرة ما تكسليش وتقومي تشوفي اللي وراك ان شاء الله. المواعين دي على فكرة بنتي كانت بتصبن وكل حاجة، لكن هي طبعا دلوقتي في الامتحانات، فانا مبرضاش بصراحة اتقل عليها. هي لما تكون مراش امتحانات ولا مذاكرة بتعمل كل حاجة معايا. خلصنا المواعين كده، ندعك بقى الحوض، نجيب دعكة تمام كده وننضفه عشان كله يبقى نضيف ان شاء الله. ده كله عملته على السريع كده. وبعد كده كمان رحت على البوتاجاز بالمره، تلميعه خفيفه ونضيف، بس تلميعه نضيفه كده، تلميعه بسيطه كده. قلت احط معاه هنا شويه كربوناتو عشان يخليه يلمع كويس، وبعد كده احط عليه عندي ازازه ليمون انا عصراها للحاجات اللي زي كده، حطها عندي في التلاجة بعمل بيها اي حاجه زي كده. تمام. سامعين الفوران؟ والكربونات بيتفاعل مع مع الليمون ده عشان يلمع الاستانلس كده ويخليه بيبرق جميل. انا ليه ما شلتش العيون والطرابيش بتاعتها وكده؟ علشان احطهم برده هنا معايا وادعكهم برده بالكربونات والليمون. بس بعد كده بعد ما اشرب الكربونات والليمون لجميع الاجزاء البوتاجاز وكده يعني من فوق، حطيت شويه بريل زي ما انتم شايفين كده، دعكه خفيفه كده بالسلك. وهنزل برده في نفس الوقت العيون بتاعت البوتاجاز معايا، عشان هدعكهم استغل السائل والكربونات دول، وهدعكهم معايا بالمره وانا واقفه كده على البوتاجاز. سريع سريع كده مفيش غير شطف وبس. انا بعمل قلت ساعتها دي اعمل كل حاجه بسرعه، عشان كنت ناويه النهارده ان شاء الله هعمل معاهم تحت. هنعمل باذن الله عيش الصاج او التورتيلا، او عيش الشاورما، او الرق الطري. يعني هو ليه اسماء كتير، بس هي الحاجه كلها واحده وبطريقه جميله وظريفه هتعجبكم ان شاء الله. على الكانون، طبعا اللي ما يعرفش الكانون ده موقد نار يعني كده، طوبتين، ونحط عليهم قروانه او اي حاجه نستخدمها للسلق. هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. بعد ما خلصت بقى البوتاجاز كده برجع كل حاجه زي ما هي، مسحته وماشي نضيفه، وبعد كده ركبت عيونه والحديد بتاعه كل حاجه بقى زي الفل، هو ما شاء الله زي ما انتم شايفين. تمام. استنى منكم بقى لايك. قلت بالمره كده امسك الرخامه امسحها معايا كده، مسح سريع سريع. والحوض اهو عملت. نزلت بقى تحت اهو، بقى هعمل بقى الرق الطري او عيش التورتيلا او عيش الشاورما زي ما بتسموه، او عيش الصاج. هو كل الاسماء دي حاجه واحده. مقدار من الدقيق بقى انا هعجن، وشويه ميه كده، حطيتش غير ملح بس، ولا زيت ولا خميره ولا اي حاجه خالص غير ملح ودقيق وميه. عجينه عجينه زي ما تشوفوا زي عجينه الفطير تقريبا، ماسكه نفسها لكن ما بتلزقش في الايد ولا حاجه. بعد ما عجنت العجينه طبعا بسرعه الفيديو عشان ما ياخدش وقت كتير. بعد ما عجنت العجينه بتقطعي كور صغيره. طبعا انت بتقطعي حجمها على قد الحجم اللي انت عايزاه. لو عايزه الرغيف كبير بتاع الصاج او الشاورما تكبري براحتك، لو عايزاه صغير تصغري. تمام. انا عايزاه هي مش معايا تبقى كويس، فيا دوبك الحجم ده كويس جدا. طبعا انا قعدت في الحوش هنا عشان فاضل بالمكان اللي اقول لكم عليه ده وهوريه لكم دلوقتي. فقعدت في الحوش. بصوا كده بالله في الدقيق، واحاول اخليهم قد بعض عشان هفرد كل 3 مع بعضهم، هفرد كل 3 أو 4 مع بعضهم. تمام.
ده برضو ينفع الرقاق الطري اللي بنعمله صواني، وبينفع برضو الرقاق الناشف. يعني هو دوت طريقة كل حاجة، بس السوا بتاعه مختلف شوية. هعمله على أروانة بحيث يبقى سهل معايا. تمام. انا هنا قطعت كل الكمية وغطيتها بقى ايه بستريتش راب او اي كيس بلاستيك من الحشرات، عشان برضو ايه ما تنشفش، تبقى العجينة معايا ايه طرية. تمام. هبتدي احضر بقى الخلطة اللي هفرد بيها. هنا معايا ايه نص كوباية زيت، واحط عليهم ايه 3 4 معالق دقيق كده. الخلطة دي رهيبة، بتنفع لما بيجي يستوي بقى واجي اطلعهم من بعض، بيطلع من بعض سبحان الله كأنك دهناهم ايه مادة عازلة كده بينهم، ما يلزقوش في بعض ابدا. بس اعملي التكنيك دوت واعملي الطريقة دي، وان شاء الله هيعجبك وهيسهل عليكي كتير. بدل ما تسوي بالواحدة تسوي بالثلاثة وبالأربعة. تمام. ده بقى هو الكانون، هو عبارة عن طوبتين زي ما انتم شايفين كده، وهحط عليهم أروانة وايد من تحتيهم نار، اولع نار بقى بأي حاجة. احنا عندنا هنا ده ايه بصوا، ده العصب بتاع الذرة، وخشب دوت برضو جايبينه من العنبة. وابتدي بقى افرد وراكم اهو اوريكم ازاي الطريقة. انا جبت 3 اهم، هحاول انقيهم قد بعض عشان يبقوا حجمهم زي بعض. تمام. يا دوبك ادورهم كده بايدي تدوير، وبعد كده هجيب السائل بتاعي وايه وهدهن الاتنين دول، واخلي اللي على الوش بس من غير ايه سائل عشان اقدر افردها. اهو بصوا كده، لازم ادهنها كويس عشان لما تستوي معايا الماده دي هي اللي تخليها تطلع. ايه دي؟ زيت ودقيق، سهله جدا. بصوا اهو زي كده. ادي التانية برضو نفس الموضوع، حاجه سهله خالص. انا على فكره ما كنتش بعمله كده، كنت بعمله بالواحده. بس بصراحه من ساعه ما شفت تقريبا قناه جزائريه او مغربيه الله اعلم والله، مش فاكره فعلا، عملت الطريقه دي فعجبتني جدا واعتمدتها في الرقاق الطري، وفي عيش التورتيلا او عيش الشاورما او عيش الصاج، لان هي ما شاء الله بتنفع لكل الحاجات دي. تمام. اهم حاجه ان انت وانت بتعملي وانت بتعجني وانت بتفرزي تخلي بالك ان كلهم يبقوا سوا بعض، خصوصا في الاول كده. طبعا انا ماسكه التليفون بايد وايه وبصور بايدي التانية، ما كانش حد لسه جه ايه يصور معايا. دلوقتي اختي كانت جايه عندنا بقى زياره، فهتيجي ايه تصورني. تمام. بصوا بقلب من هنا ومن هنا وبساوي كده وبخلي بالي. تمام. بفردها بقى على قد ما انت عايزه، على قد الصينيه او على قد القروان اللي انت هتسوي عليها. تمام. يعني الفرد ده ليكي انت، عايزاها كبيره تكبري، عايزاها صغيره تصغري، يعني عايزاها متوسطه براحتك خالص. تمام كده اهي. بصوا بعد ما فردتها هاجي اريحها كده. دي بقى القروانه اللي بقول لكم عليها. تمام. واظبط كده من كل النواحي وبالراحه، واسيبها ايه لما تستوي من الناحيه دي. هي بتاخدش على فكره ثواني، واقلبها ايه على الناحيه التانيه. تمام اهي كده. بصوا ما شاء الله بدات لونها بدا يصفر اهو كده. ايه معناها ايه؟ قربت تستوي الناحيه دي. هقلبها احاول بايدي كده اظبطها، اشيل دي اي حاجه باينه فيها كده يعني، عشان لما المسها احس بيها اذا كانت استوت ولا لسه. انا شايفه كده ايه كله ما عدا ايه الحتت اللي من تحت بس لسه اهو. شايفين لسه يعني ايه باين العجين شكله، وباين الحاجه لما بتستوي بتبقى لونها ايه بيصفر او مختلف يعني. الفها كده اجيب الحته السخنه الف يعني احاول كلها تبقى تحت النار. بصوا ما شاء الله اول ما تعمل فقاقيع كده خلاص اهي قلبتها على الناحيه التانيه. تمام كده. ناخد برضو هنا ايه ثواني واقوم ايه شايلاها. دي واحده تانيه برضو بوريكم لازم الفها كده واظبطها. طبعا اختي جت وكانت بتصورني بقى، والحمد لله تصويرها طلع اكسبريس. جابتني كلي وخلت القرانه صغيره. ما علينا يلا. بقول لها هنا ايه بتقول لي لازم يا عبير ترميها. اقول لها ايوه لازم ارميها كده عشان القروانه بتساعدني على النزول. بصوا بقول لها بصي القروانه بتخليها تنزل كده معانا، لكن الصينيه تقعد مفروده وما بتساعدش العيش انه ينزل كويس. شايفين شكلها لما بتيجي تستوي بتصفر ازاي؟ لازم الفها كده واخلي بالي منها وادايرها عشان ايه مفيش حاجه تتحرق، تبقى كلها ايه زي بعضها. لان الاطرف اللي من تحت دي بتستوي ايه متاخر، اللي في النص بتستوي على طول عشان عليها تحتها النار، اما اللي في الاطرف الحروف يعني لازم الفها زي كده. تمام. هنا برضو بوصف لاختي بقول لها طريقه السوا طريقه الرميه. بس كده شايفين ما شاء الله اول ما تلاقيهم كده طلعوا من بعض اللي هو الناحيه التانيه كده ما شاء الله. هم اول ما يستووا سبحان الله بس يوم يبردوا
وتطلعيهم من بعض يطلعوا ما شاء الله معاكي بكل سهوله. بس اهم حاجه ايه، تسيبيهم يبردوا كده، ما تطلعهمش هما سخنين عشان تتحكمي فيهم. بصي كده، اطلعهم كده واطبقهم واحطهم ايه في قماشه واغطيهم. وبصوا كده اهو، بصوا ما شاء الله. انا برضو محدش راحوا يحضروا الاكل بقى الغدا يعملوا الشاورما وايه وسابوني هنا، فانا بصور لوحدي. شايفين ما شاء الله بتطلع ازاي بكل سهوله، وطري جدا. ما اقدرش اقول لك على طريانه بصراحه، بسم الله ما شاء الله. والماده اللي فيه دي بصراحه مخليها روعه. بصوا بكل سهوله بيطلع وطري طري طري، بصراحه فظيع. على فكره احنا عملناه فطير وفتيناه برضو، جميل جدا يعني. بس كده بقى دخلنا جوه وكلنا الشاورما، وطلعت فوق بقى شقتي عشان ايه، كان عندي شويه غسيل اغسلهم. عملت كوبايتين شاي بالنعناع كده، وقلت عشان اظبط راسي. وبعد كده ايه، شويه غسيل معايا غسلتهم. بتمنى يومي يكون عجبكم، وارجوكم ارجوكم ارجوكم ساعدوني وادعموا قناتي واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، وتعليقاتكم كتير بتفرحني. اشربوا الشاي معايا. وهنا بقى خلاص خلصت الغسيل ونشرت. اوريكم الغسيل. عندي شويه غسيل برضه هنشره من الناحيه التانيه اهو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.